مرة ترزي كان ماشي في حتة مقطوعة قام مخيطها. نكتة ماشية في الشارع تعيط، سألوها مالك، قالت لهم واحد ضحك عليا. مدرس لغة عربية شاف مراته في الشارع قال واو الجماعة. مدرس رياضة عمل حادثة، الدكتور قال له عندك كسور كتير، قال له وحد المقام. مرة ظابط حب يفسح ولاده خدهم مسرح الجريمة. مرة واحد وحش قوي اتجوز واحدة وحشة قوي خلفوا عيل رموه. مرة واحد اسمه امير عطس راح لازق في الحيطة. بنت اسمها زينة راحت حفلة علقوها. حمار اتجوز بطاطساي خلفوا بطاطس محمرة. مرة طباخ عمل فيديو كريب. بنت اسمها نور غسلت وشها اتكهربت. مرة واحد غبي ماشي في الشارع عمال يقول يا رب يا رب احط ايدي في جيبي الاقي 10 جنيه يا رب. حط ايده في جيبه لقى جيبه مخروم، رجع يدور عليها لا تكون وقعت. مرة واحد راح يخطب واحدة، ابو البنت قال له بس البنت لسه بتدرس، قال له خلاص اجيلها في الفسحة. مرة واحد مسطول مروح البيت وبقاله ساعة مش عارف يفتح الباب، مراته من البلكونة بتقول له ارمي لك المفتاح، قال لها لا المفتاح معايا ارمي لي خرم الباب. مرة واحد غبي ابنه قال له انا عاوز موبايل، ابوه قال له موافق بس بشرط تركب اخواتك معاه. سأل واحد بخيل طحن تعمل ايه لو الدنيا برد، قال له اروح جنب الدفاية. قالوا له لو الدنيا بردت اكتر، قال له قرب من الدفاية اكتر. قالوا طب لو بردت اكتر، قال الزق في الدفاية. قالوا له طب ولو نزل تلج، قال اشغل الدفاية بقى وامري لله. مرة واحد محشش لما قبض مرتبه وراح البيت قعد يقسم المرتب 100 ايجار 100 مصروف بيت 200 حشيش، وفجأة وهو قاعد سمع خبط على الباب، فقال مين؟ رد عليه اللي بره قال له بوليس، فراح مقطع ال 200 جنيه بتاعت الحشيش. جماعة صعايدة وجماعة فلاحين قاعدين بيحششوا، البوليس كبس، الفلاحين جريوا والصعايدة استخبوا في البوكس. مرة اتنين مساطيل راكبين عربية، فواحد بيقول للتاني حاسب قدامك شجرة، فالتاني ما ردش عليه، فعلى صوته شوية قدامك شجرة، برضه ما ردش عليه، فقال له حاسب قدامك شجرة، طخ خبطوا في الشجرة، فطلع من العربية وبيقول له مش قلت لك قدامك شجرة؟ فالتاني رد عليه وانا اعمل لك ايه مش انت اللي سايق. مرة واحد مسطول قوي راجع بيتهم الساعة 2 بالليل، فاخته فتحت له الباب قام ضاربها بالقلم وقال لها كنت فين لحد دلوقتي؟ نملة ماشية على حرف كوب عصير فراولة، فقالت ياه اخيرا شفت البحر الاحمر. مرة واحد باشا الزمن دار عليه وبقى فقير، حب اشتغل بتاع فجل وجرجير، وقف في السوق وهو لابس الطربوش وبيقول فجل يا حوش جرجير يا كلاب. رئيس دولة صغيرة راح زيارة للصين، رئيس الصين بيقول له احنا عددنا 900 مليون نسمة، انتوا عددكم كام؟ رد رئيس الدولة احنا عندنا 30,000. راح رئيس الصين قال له يا راجل طب ما جبتهمش معاك ليه؟ مرة واحد دخل مستشفى المجانين لقى المجانين معلقين واحد في السقف وعمالين يلفوا حواليه، شاف واحد قاعد لوحده قال له يا ابني انت مش بتلعب معاهم ليه؟ قال له يا بيدو الناس هبل فاكرين الراجل لمبة وعمالين يلفوا حواليه. قال له يا ابني انت شكلك عاقل قوم معايا ننزل الراجل ده. قال له لا كده هنقعد في الضلمة يروح امك. مرة واحد محشش واقف قدام التلاجة بيفتح الباب بتاعها بالراحة ويقفله تاني، جه صاحبه قال له ليه كده؟ قال له اموت واعرف مين بيطفي النور من جوه. واحد متجوز وقاعد في البيت وبيبص كتير في عقد الزواج، مراته قالت له انت بتبص في عقد الزواج ليه يا حبيبي؟ قال لها مش عارف يا حياتي المأذون كاتب تاريخ انتهاء العقد في ايه. واحد بياع جرايد ماشي عمال ينادي ويقول اقرا الحادثه يا جدع 40 حمار ضحيه يا جدع. عدى عليه واحد عايز يعرف الحادثه فاشترى الجورنان، وبعد شويه لقى الراجل بينادي 41 حمار ضحيه يا جدع. حرامي دخل يسرق بيت، ولما جه يطلع شافه الولد الصغير قال له يا تسرق كتب وشنطتي معاك ولا اصرخ واصحي الناس. محشش بيسأل محشش تتوقع الجمعة يوافق اخر الشهر؟ رد عليه لو ضغطنا عليه يمكن يوافق. واحد غبي بيلعب بالقنبله وبيحدفها من الايد اليمين للايد الشمال، فجي واحد تاني بيقول له خلي بالك لا تنفجر فيك، فرد عليه ما تخافش يا عم انا معايا واحده تانية. واحد راح للدكتور فبيسأله انت عندك ايه؟ قال له عندي عيلان وخروف. مرة طالب هندسة دخل امتحان شفوي، فالدكتور بيسأله بتركب ايه وانت جاي؟ الطالب قال له بركب الاتوبيس. الدكتور قال له حلو قوي، لو الدنيا حر في الاتوبيس هتعمل ايه؟ الطالب هفتح الشباك. الدكتور جميل احسب لي بقى كمية الهواء اللي داخله الاتوبيس وهو ماشي على سرعة 60 كيلو متر في الثانية. طبعا الواد معرفش والدكتور سقطه في المادة، فهو خارج قابله واحد صاحبه فقال له على السؤال، ودخل للدكتور بعده. الدكتور للطالب التاني بتيجي الكلية بايه الصبح؟
الطالب بعربيتي. الدكتور طب لو عطلانة. الطالب بكلم صاحبي يجي ياخدني بعربيته. الدكتور طب لو مش موجود. الطالب بخلي بابا يوصلني. الدكتور طب لو وراه شغل. الطالب بركب تاكسي وخلاص. الدكتور طب لو ما لقيتش تاكسيات. الطالب بركب الاتوبيس وامري لله. الدكتور حلو لو الدنيا حر في الاتوبيس هتعمل ايه. الطالب هقلع الجاكيت. الدكتور طب لو حر قوي. الطالب هفتح زرار القميص. الدكتور طب لو حر جدا. الطالب هقلع القميص يا دكتور. الدكتور طب لو مش قادر تستحمل وخلاص هيغمى عليك وقدامك شباك هتعمل ايه. الطالب بص انا ممكن اعمل اي حاجة بس ما افتحش شباك الاتوبيس. واحد غبي ركب تاكسي وخلى مراته تركب قدام عشان السواق ما يبصش عليها في المراية. واحدة بتشتكي للدكتور وبتقول له يا دكتور جوزي بيتكلم وهو نايم ايه الحل. قال لها بسيطة اديله فرصة يتكلم وهو صاحي. غبي سألوه ايه اصعب حاجة في الدنيا. قال لهم انك تحلق دقنك وانت بتاكل لبان. استاذ عربي بيسأل مراته بتعرفي ايه عن النحو والصرف. قالت له ان انا اصرف مرتبك على النحو الذي يرضيني. واحدة كسولة اتجوزت واحد كسول. في مرة رجعت من الشغل قالت له محمد افتح لي الباب. قال لها بهي انا مكسل اقوم اعتبري نفسك طالق. قعدت تعيط وتقول يا ريتني طلعت المفتاح من الشنطة. بص الاستاذ كده للطلاب وقال لهم انتم مصابيح المستقبل. بص الطالب لزميله لقاه بسابع نومه فقال له يا استاذ اللمبه اللي جنبي اتحرقت. واحد غبي رمى تليفونه من الشباك ولما نزل لقاه مكسور. قال غريبه مع اني مشغل وضع الطيران. واحده صحيت من النوم مخضوضه سالها جوزها مالك يا وليه. قالت له كابوس حلمت اني اترملت. قال لها بعد الشر يا حبيبتي ان شاء الله انا وانت لا. مرة واحد مسطول راح المحكمة فالقاضي سأله انت متجوز مين. قال له متجوز واحدة ست. راح القاضي قال له انت بتهزر يا ابني هو في حد بيتجوز راجل. قال له ايوه اختي متجوزة راجل. واحد غبي قال لابن عمه امريكا طلعت القمر واحنا لازم نطلع الشمس. فرد عليه وقال له بس الشمس حر جدا. قال له مفيش مشكلة نطلعها بالليل. واحد خبطته عربية فخد تعويض 100,000 جنيه. قام واقف قدام القطر وقال له خش يا ابو الملايين خش. ناظر بيقول للاستاذ هو ليه كل التلاميذ عندك بينطقوا الجيم ده. قال له مش عارف هو ده اللي مدنني. واحد غبي وقع عطوله مرهم وقالوا له ادهم مكان الاصابه. راح دهن السلم. ولد بيقول لابوه بابا انا عايز اكمل دراستي بره. ابوه قال له وايه المشكله. قول لامك تفرش لك في الحوش بس خد بالك لا تاخد برد. مره واحد بخيل راح يزور امه في المستشفى لقى لوحه على الباب مكتوب عليها ادفع. قام قايل ربنا يشفيها هبقى اشوفها بقى لما ترجع البيت. مرة نمر بيجري ورا عربية ليه عمال يعاكس النمر. واحد عجوز سمع باب البيت بيخبط فقال مين. قال له انا حفيدك. رد عليه هتفيدني بايه يعني. واحد فتح لمراته باب العربية قالت له يا على الرومانسية. قال لها تنيلي وانزلي الباب ما بيفتحش الا من بره. واحد ماشي معاه كيس قابله واحد مسطول قال له لو حذرت انا معايا في الكيس هديك منه سمكة. المحشش قال له بحر. واحد محشش راح لدكتور اسنان. الدكتور قال له اسنانك عاوزة تقويم. المحشش قال له بسيطة بس قول لي هجري ولا ميلادي. واحد غبي راح يقدم في وظيفة فبيقول للمدير هو المرتب كام. المدير قال له 2000 وبعد سنتين هيبقى 5. فقال له خلاص ابقى اجي بعد سنتين. اتنين كسلانين قاعدين مع بعض فالاول بيقول للتاني يا ريت عندنا زرار بنكبسه بيطلع لنا كل حاجه عايزينها. قام التاني قال له يا ريت الزرار ده بينكبس لوحده. محشش حب يعمل تجربه زي العلماء راح جاب حمامه وقال لها هش طارت. اليوم التاني جاب حمامه قص ريشها وقال لها هش هش ما طارتش. قام كاتب ملاحظه عندما نقص ريش الحمامه فانها لا تسمع. واحد مراته على طول بتضربه اتفق معاها ان صاحبه جاي له وبلاش تضربه قدامه. صاحبه جه وما قدرتش تصبر راحت ضربته قدامه وقعد يعيط. صاحبه قال له انت زعلان ليه. انا مراتي بتضربني وتقول لي ما نسمعلكش صوت. اتنين اغبياء ماشيين في الشارع قابلتهم مذيعه سالت الاول مصر تبقى لك ايه. قال لها مصر هي ام. وقالت للتاني وانت مصر تبقى لك ايه. قال لها مصر ام السيد صاحبي اللي كان بيكلمك ده. واحد راح يخطب ولما شاف العروسه ما عجبتهوش قال لابوها انا معيش فلوس ومش جايب دهب ولسه هدخل الجيش. ابو العروسه قال له ولا يهمك يا ابني اهم حاجه الساتر وان شاء الله بعد الجواز حالك يتصلح. يلا نقرا الفاتحه. العريس قال له ما انا مش حافظها. مسطول وقف تاكسي قال له فاضي. قال له ايوه. المحشش قال له طب انزل نحكي سوا.
واحد شاف اخوه متكحل، قال له من امتى وانت بتتكحل؟ قال له من يوم ما مراتي شافت الكحل في عربيتي. استاذ بيقول للطلاب اديني جملة مفيدة فيها كلمة سكر. الطالب: شربت الشاي في الصباح. الاستاذ: وفين كلمة سكر؟ الطالب: في الشاي يا استاذ.